يا صباح الخير. النهارده هعمل معاكم كب كيك حادق. مكونات بسيطة وطعمه تحفة جدا وخفيف. ينفع فطار الصبح مع كوباية شاي، أو سناكس في أي وقت يتاكل في وقت الغروب برضو مع كوباية شاي. ينفع يتاخد مع أولادكم في المدرسة كمان. بجد خطير وهيعجبهم جدا. اللي شجعني اعمل الوصفه دي ان انا شفت الفلفل الالوان بجد في السوق، كان شكله مغري جدا. شكله كان لسه جاي طازه يعني، فعجبني واشتريته وقررت ان انا اعمل بيه الوصفه دي. بالظبط. اخدت ربع فلفلايه من كل لون، قطعتها قطع صغيره كده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. نزلت عليها بكوبايه من الزيتون المتقطع وجاهز، وكمان حطيت معاهم معلقه كبيره كزبره مفرومه او بقدونس او شبت اللي انتوا حابينه. انا حطيت كزبره. هتنزلي كمان عليهم بكوبايه من الموتزاريلا. كل المكونات دي نباتي، انا حطيت كوبايه من الموتزاريلا. موتزاريلا دي نباتيه. وهتقلبي كل المكونات مع بعض. وهنيجي بقى بعد ما نقلب كل المكونات هنحط كوبايتين دقيق. بس اول حاجه انا هنزل بكوبايه وهقلب كويس مع بعض. ليه انا حاطه الدقيق والمواد كلها على بعض كده، من غير ما في اي حاجه سايله، كلها ناشفه على بعض، مواد جافه يعني كلهم مع بعض. علشان انا عايزه كل الخضار ده يبقى متوزع صح جوه الكب كيك، ما يبقاش الخضار في حته والعجينه في حته. فالطريقه دي ان انت تحط الدقيق ناشف مع كل المكونات دي ناشفه، هيوزع الخضار جوه الكب كيك بطريقه ممتازه يعني. بعد كده هنحط معلقه من البيكنج باودر، معلقه صغيره من البيكنج باودر. كمان هنحط ربع معلقه ملح صغيره، مش هنكتر ملح يا جماعه لان احنا حاطين زيتون. وكمان هنحط معاهم جبنه، الجبنه برضو فيها نسبه ملح. هبتدي انزل بقى بالمواد السائله. هنزل بمعلقتين جبنه كبار، اي جبنه انتوا حابينها، دي جبنه نباتي. اللي حابب يحط اي نوع جبنه تانية عادي جدا. وهتنزلوا كمان برضو بربع كوبايه زبده، برضو الزبده نباتي، هتحطوها معاهم بس تكون سايحه. هتجيبوا بقى كوبايه ميه دافيه وهتنزلوا عليها بمعلقه صغيره خل. هتحطوا معلقه الخل مع الميه الدافيه الاول، بعد كده تحطوا الميه على العجينه اللي احنا شغالين فيها. وهتقلبوا كل المكونات دي مع بعض. لو حسيتوا بقى في التقليب ان هي تقيله معاكم وبتلزق في المعلقه جامد، مش ماسكه نفسها قوي يعني، ممكن نزود ربع كوبايه ميه دافيه برضو. انا هنا كانت تقيله معايا شويه فزودت ربع كوبايه ميه دافيه زي ما قلت لكم. مش هنزود عن كده، كوبايه وربع انا خدت معايا. هتيجوا تقلبوا بعدين هتلاقوها بقت سايله معاكم شويه. قوامها حلو جدا، هو ده القوام اللي احنا عايزينه، مش عايزينها ميه ولا عايزينها عجينه تقيله. لا، يا دوب انتوا بتقلبي كده تتزحلق منك من على المعلقه وبس. كده انا خلصت العجنه بتاعتي. بسيطه وسهله وما فيهاش ولا اي حاجه يا جماعه. هتجيبوا بقى الصينيه بتاعت الكب كيك وهتدهنوها بزبده او زيت اللي انتوا حابينه. انا دهنتها زبده لاني بحب الزبده في المعجنات جدا، بتدي طعم حلو. بس كده، وما تحطوش ولا ورق زبده ولا سيليكون ولا اي حاجه علشان هيلزق منكم. هي كده هتطلع تمام ومش هتلزق. هتجيبوا بقى بالمعلقه بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه كده، تملي المعلقه ومعاكي معلقه تاني تنزلي بيها بنفس الطريقه. طريقه سهله وبسيطه وما فيهاش عك ولا تدعكي الدنيا ولا اي حاجه خالص. كده انا ابتديت انزل كل الكميه بتاعتي في الصينيه زي ما انتم شايفين. معلقه تملي فيها والمعلقه التانية تنزلي بيها على طول في الصينيه. طريقه سهله وبسيطه. وتيجوا بقى تزوقوا بقى كده. يعني عملت كده تزويقه، حطيت زيتون على الوش من فوق. كمان حطيت فلفل الوان، زوقتها كده على الوش برضو. تضغطي بس عليها بايدك سنه عشان خاطر ما يقعش منكم. بس كده تديها بقى رشة بابريكا على الوش من فوق، رشة كركم، رشة زعتر. كمان انا مرة عملتها ورشيت عليها زعتر، بجد كان مدي ريحة وطعم حلو جدا، او روزماري، خطيرة بجد. المرة دي رشيت بابريكا. بعد ما عملت الصينية بتاعت الكب كيك زادت معايا شوية زي ما انتوا شايفين كده اهو. رحت طلعت قوالب السيليكون دي، شكل مختلف عن الكب كيك، قلت اعمل شكل تاني يعني. وعملت بقى مليتها بنفس الطريقة اللي انا مليت بيها صينية الكب كيك بالمعلقتين برضو. هتجيبي بقى صينية ترصي فيها كل قوالب السيليكون اللي انا مليتها دي بنفس الشكل، وهتدخليها الفرن مع صينية الكب كيك الاتنين مع بعض. على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص بالظبط. اخدت معايا تلت ساعة بالظبط. انتوا بقى على حسب الفرن بتاعتكم. تخلي بالكم تشوفوها اول ما تلاقوها لونها غير وابتدت تحمر هتطفوا عليها الفرن على طول. ده شكلها بجد يا جماعة رهيبة رهيبة بجد، خطيرة وطعمها تحفة.
الفلفل الالوان جواها والزيتون بتحسوا بسنه قرمشه كده بتاعت الفلفل والزيتون، بجد تحفه جميله جدا. طبعا اللي حابب يعني يحط اي حاجه تاني براحته، هو في ناس بتحط لانشون او بسطرمه او سلامي اللي انتوا حابينه، بتقطعوها بنفس تقطيعه الفلفل الالوان. بصوا شكلها بجد جميله جدا جدا، ومسكتها حلوه، قوامها حلو مش مفروله، ولا مفتفته منكم ولا معجنه ولا اي حاجه، بالعكس بصوا من جوه كمان خطيره خطيره. الموتزاريلا كمان من جوه عامله شغل جامد وطريه وحلوه، وتنفع كمان لاولادكم في المدرسه يا جماعه، بجد خطيره، ياخدوها معاهم كده في اللانش بوكس، حلوه قوي يعني. دي الصينيه التانية بتاعت قوالب السيليكون اللي انا عملتها برضو. مش عايزه اقول لكم يا جماعه، صدقوني الريحه والطعم، ريحه المخبوزات الخطيره في اي بيت بتبقى ريحه، بتبقى عامله ريحه حلوه في البيت، بالظبط طعمها وريحتها كانكم بتاكلوا بيتزا. اللي حابب كمان يحط فيها قيمة غذائية عالية، ما يعملهاش نباتية بنفس الطريقة، ياخد نفس المكونات اللي أنا عملت بيها، وهسيب لكم المكونات في آخر الفيديو أو في صندوق الوصف، ويحط مكان كوباية وربع مية هيحط كوباية لبن وبيضتين بس، ده كل اللي هيعمله. زي ما انتم شايفين بقى أنا بزوق بالكاتشب، أي صوصات عندكم، مستردة، مايونيز أو أي صوص تاني حاطين، بصوا جميلة يا جماعة، خطيرة خطيرة بجد، جربوها بجد هتعجبكم جدا. واللي عجبته وصفاتي ياريت يشترك في القناة ويفعل الجرس.